السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ عامل ايه؟ تالت فيديو في سلسلة فيديوز الجامعة طبعا. فالواحد يعني في غزارة في الإنتاج. نزلنا فيديوهين وده الفيديو التالت، وفي فيديو بكرة إن شاء الله. تمام؟ طبعا معلش عشان أنا برضو عندي انفلونزا برد والله، والدنيا صعبة يعني. بس ان شاء الله هنكمل يعني. زي ما شفت عن الفيديو، والفيديو ده بيتكلم عن اسوأ ميد ترم انا عديت بيها. تمام؟ وكان منها ترم كان في الترم الاول في صيدله، والترم السابع اللي هو في سنه ثالثه الترم الثاني بمعنى اصح. اول ترم كل صيدله، وسنه ثالثه الترم الثاني كان في ميد ترمين سيئين. في ميد ترم انا حكيت عنه ازاي، هسيب لك لينك تحت في الديسكربشن، يعني اللي هو كان اسوأ ترم ميد ترم عدى عليها، وازاي انا نجحت اصلا في الماده وكنت جايب 8 في الميد و10 في العملي، وربنا وفقنا ونجحنا يعني الحمد لله. فهقول لك الميد ترم ده، او انا جبت ليه درجه 10 في الميد ترم عشان انت تستفيد. يعني ممكن تطلع باي حاجه من الفيديو، تطلع ان انت مثلا لا الخطا ده وقع فيه، يبقى انا ما فيه. تمام؟ لان فكره ان انت تغلط بعد كده تتعلم، طب ما انت تشوف حد غلط وتتعلم منه بعدين تبني عليه، واخد بالك؟ فانا هقول لك يعني اول ميد ترم كان سيء عندنا في كليه صيدله. بس قبل نبدا اعمل لايك وسبسكرايب عشان في فيديوهات جايه. تمام؟ وفي نوش جاي ان شاء الله، وفي قناه تانية مش هتبقى متعلقه قوي بالصيدله، متعلقه قوي بحاجات مختلفه، شرح حاجات مختلفه، مش شرح كليه صيدله، هتبقى مختلفه شويه. اسمها قناه افكار، هسيب لك اللينك بتاعها برضه تحت في الديسكربشن. لسه ما نزلتش عليها فيديوهات، بس في فيديوهات جايه عليها ان شاء الله. فاعمل سبسكرايب وشير، ابعتوا لجروب الدفعه، شوف يعني جروب الدفعه ان شاء الله يستفيدوا منه. وبس كده، يلا نبدا. 21 شهر 10 21 كنت اول ترم في كليه صيدله، احنا في 25 من 4 سنين يعني. تمام؟ كانت في ماده صعبه، وماده هتلاقيها صعبه جدا عندك في الكليه، وهي اورجانيك 1. اورجانيك 1 او عضويه واحد، هي ماده صعبه بغيتها، وعايزه حد متمكن بيشرحها، وانت للاسف تبقى لسه في الترم الاول ولسه في سنه اولى، في الانجليش بيبقى ضايع معاك. هسيب لك فيديو ازاي حسنت الانجليزي بتاعي في الكليه. ولكن الانجليزي بيبقى ضايع معاك مش بس كده، كمان في مصطلحات طبيه كتير. يعني هي الفكره مش بس في الانجليش، مش كفي المصطلحات، واخد بالك؟ هتقعد فتره عقبال ما تتعود عليها، خاصة في بعد كده تاخد الفارما، وبعد كده الميديسينال وهكذا. لكن في عضوية واحد انت هتبدأ بقى تتعلم ازاي تتعامل مع المواد لوحدك، ودي كانت المشكلة بالنسبة لي. احنا دايما متعودين في ثالثة ثانوي ان انت متعود على حد يجي يشرح لك المادة، يقول لك خلي بالك من دي خلي بالك من دي. في الكلية مفيش الكلام ده. تمام؟ هو مدرس، اسف، او ممكن يكون مدرس مساعد يعني، او استاذ، بيجي يشرح لك المادة ويقول لك الاسبوع الجاي نشوفك لغاية الميد بس. يعني هتقول مثلا يا دكتور ما فين الاسئله، يقول لك ما فيش اسئله، اعمل انت. نادر لما تلاقي اسئله في بعض الجامعات بتعمل، لكن بالنسبه لجامعه المنيا ما كانش فيه. احنا كنا بنعمل اسئله بيننا وبين بعض كده يعني، واخد بالك؟ فما فيش حد بيساعدك بالقدر اللي انت هتلاقيه في ثانويه عامه. تمام؟ في ثانويه عامه انت لو بس خدت اي توبيك او اي موضوع وبحثت عنه هتلاقيه. في الكليه ما فيش الكلام ده. انا ما كنتش لسه اتعودت على هذا النمط. تمام؟ فجينا في الميد ترم بتاع عضويه واحد او اورجانيك 1، فكان في جزء انا كنت فاكر هو مش جاي في الفاينل، جزء كامل مش عارف ان هو جاي. فزميلي قال لي خلي بالك الجزء ده جاي بكره في الامتحان. يا عم مش هيجي، لا انا بقول لك هيجي. المهم طبعا هو قاعد يذاكر، وانا مش جاي الجزء خلاص، حاطط في بطني بطيخه صيفي. فالمهم دخلت الامتحان، اول سؤال كان بالظبط كده كان الجزء اللي انا ما ذاكرتوش خالص ولا بصيت فيه. طبعا انا مش فاهم الجزء ده بيتكلم عن ايه اصلا، وكمان لان المحاضره دي ما حضرتهاش، والجزء ده انا ما ذاكرتوش. فطبعا بدات الوش، غير الامتحان مثلا كان صعب شويه. فبدات الوش خالص، ويعني ما عرفتش احل بمعنى صح. يعني دخلت الامتحان ما عرفتش احل بشكل كبير. جبت كام؟ جبت 17 من 15، يعني تقريبا اقل من النص. فده ممكن بالنسبه لك مش اسوأ درجه تسمعها في حياتك، هتسمع اسوأ من كده بكتير، ممكن تسمع 0 من 15. بس 7 من 15 بالنسبه لك كانت صدمه. يعني ازاي انا كنت انا الشاطر وانا اللي جبت مجموع في ثانويه عامه وبتاع وكده، ايه 7 من 15 دي؟ فبدات اتضايق شويه بقى، وبدات الم نفسي وبتاع، وبدات اذاكر وبدات اهتم. يعني دي كانت نقطه تحول بالنسبه لي. طب ايه اللي تستفيده من التجربه القصيره دي؟ رقم واحد ان انت تركز قوي في عدد الفايلات اللي هتخش الامتحان. اسال الدكتور بشكل مستمر، يا دكتور الفايل ده هيدخل في الامتحان المد ولا لا؟ طبعا قبل الامتحان باسبوع او اتنين، يا دكتور الفايل ده مهم ولا لا؟ يا دكتور مثلا اشرح لي الحته دي. انا ما كنت بتكسف اسال شويه. يعني انا افتكر خلال 4 سنين كليه ما سالتش في الدكاتره كام سؤال على بعض يعني. اسال، ما تتكسفش، انا عايز اسال في دي، انا مش فاهم دي. بعد المحاضره روح له المكتب مثلا، وفي حاجه مستعصيه عليك هكذا. كل ده ان شاء الله الدكتور هيساعدك فيه، ان شاء الله الدكتور هيساعدك فيه.
فخلي بالك من النقطة دي. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إنك ما تراكمش، يعني لو مادة صعبة عليك زي المادة العضوية واحدة لما كانت صعبة عليا ما تراكمهاش، يعني هي مادة صعبة هتراكمها هتبوظ خالص. فاهم؟ هتيجي ليله الامتحان هتعمل ايه؟ هتبدا تشطب انت من دماغك بقى زي ما انا عملت، الله دي مش جايه، دي مش جايه، دي مش جايه، وهكذا. فلازم تبدا تركز وتبدا المحاضرات المهمه، المحاضرات اللي انت او الماده الغلسه اللي انت مش فاهمها تبدا تراكمها اول باول. دي النصيحه الثانيه. النصيحه الثالثه ان لو انت مش فاهم حاجه مثلا، او انت في ماده مستعصيه عليك مش عارف تذاكرها، اعمل فولو ولايك للسبسكرايب للقناه دي عشان في مثلا ان شاء الله فيديوهات كتير جايه. ولكن اسال حد اكبر منك، يعني حقيقه اسال حد اكبر منك بسنه واتنين، بس اسال حد متخرج لان المتخرج خلاص هو نسي الكلام ده. اسال حد اكبر منك دفعه او اتنين ثلاثه بالكتير. لكن انت ما تسالش وما تهتمش وكده وتيجي ليله الامتحان تقعد تدور على تسال وهتبقى صعبه خالص. تمام؟ فان شاء الله لو انتوا عايزين يعني ممكن نعمل لايف نتكلم ونتناقش فيه شويه بعد اول اسبوع، اول 10 ايام في الكليه. اكتبوا لي تحت في الكومنتات لو انتوا عايزين حاجه زي كده، يعني نقدر نتناقش في حته ما فهمتهاش، اعمل ايه في دي اعمل ايه في دي. يعني هيبقى لايف لذيذ يعني. وفي عملنا كذا لايف اصلا في القناه، هتشوفوا حوالي لايفين كده من 3 سنين يعني. فدي اول ماده. تاني ماده كان ماده في سنه ثالثه. تمام؟ كانت ماده اسمها فيولوجي اند باسيتولوجي. تمام؟ كان علينا جزئين، هي كانت ماده مايكرو. مايكرو كانت ماده كبيره ب6 ساعات فقسموها، خلوا ماده البكتيريولوجي او ماده البكتيريا وماده للفيولوجي والباسيتولوجي. ماده البكتيريولوجي كانت سهله شويه، جبت فيها 10 من 15. عايز اقول لك ان اصعب سنه هتلاقيها في حياتك بعد الترم الاول سنه اولى هي سنه ثالثه. سنه ثالثه صيدله هي من اصعب السنين. انا سنه ثالثه صعبه جدا خاصه الترم الثاني. يعني لك ان تتخيل ان الترم الثاني صيدله كان علينا فارما وميديسينال وفايتو ومادتين مايكرو، كان 5 في 3 ب 18 ساعه. الترم الاول كانت فيه مواد صعبه شويه، كان تقريبا فيه ميديسينال وفارما وتقريبا فيه فايتو، ومش فاكر المادتين التانيين كان ايه. بس كانت لا صعبه فعلا يعني. الترم الثالثه عامه هي سنه صعبه، يعني خلي بالك منها وذاكرها لانها سنه صعبه وفعلا في ناس كتير بتشيل فيها، فخلي بالك من دي. المهم كانت علينا ماده اسمها فيولوجي. ماده الفيولوجي كانت ماده صعبه، وكان الدكتور كان صعب شويه، وكانت كم كبير يعني، كم كان كبير فعلا. فالمهم الامتحان بقى بعد، بس الماده ذاكرتها وعملت اللي عليا فيها، بس الامتحان كان صعب بطريقه غبيه. جبت في الامتحان ده 7 من 15. اقل من النص. الامتحان كان صعب، معظمنا جاب درجات سيئه. اعلى واحد انا فاكره جاب 11 او 12 من 15. ده كان اعلى واحد، ده كان التوب اللي فينا. فالامتحان كان صعب، كان غتت، كان مليان حاجات احنا مش فاهمينها والله. فالشاهد يعني انا اقول لك ان الثالثه سنه صعبه، خلي بالك. والمواد حتى لو انت مذاكر في بعض المواد يعني ايه، لو جبت فيها درجه وحشه خلاص انت عملت اللي عليك، دي اهم درس انا استفدته منها. يعني انا جبت درجه وحشه في ماده الفيولوجي مثلا، خلاص ده خلاص عادي الحمد لله على كل حال، بنشوف اللي بعده. لكن هتبدا متوقف عند الامتحان، جبت درجه وحشه مش هجيب مجموع والكلام ده، هتحبط تماما ومش هجيب مجموع طول حياتك يعني. تمام؟ يبقى احنا حكينا الاول في اورجانيك 1، بعد كده حكينا في الفيولوجي والباسيتولوجي في سنه ثالثه. دول اكتر مادتين انا حبيت انوه عليهم. في ماده ثالثه برضو، دي بقى كان اسمها اورينتيشن، برضو كان في الترم الاول سنه اولى كانت اورينتيشن. تمام؟ دي ما هو الميد ترم سنه اولى عامه مش هتجيب في درجات عاليه قوي يعني، يعني اجتهد فيه بس عادي، لو جبت درجات مش حلوه عادي، المهم تكون اجتهدت. فاهم؟ لان بتبقى انت مش فاهم الاسئله بتتحط ازاي، ده بتبقى عامله ازاي، بتبقى عامله ازاي، فاهم؟ مش شرط يعني. انا الحمد لله في اخر الترم جبت 3 و3 في اول ترم صيدله، دي كانت مجموع عالي يعني، لان اول ترم ده هتلاقي ناس كتير بتشيل. خلي بالك من النقطه دي، اكتر ترم الناس بتشيل فيه هو الترم الاول. اكتر ترم الناس بتقعد بسببه تراكم مثلا مواد وتبدا تعطل نفسها سنه او اكتر كمان، بيبقى الترم الاول بسبب الترم الاول. فخلي بالك في الترم الاول انت تجيب مجموع كبير وانك ما تشيلش وانك تعمل اللي عليك، دي اهم حاجه هقولها لك. المهم الماده دي كانت اسمها اورينتيشن. برضه نفس الكلام، نفس الخطا اللي انا عملته. انا فكرت نفس ثانويه عامه، اللي هو ايه، المدرس هيقول لي مثلا الفايلات دي هتيجي في الامتحان. طبعا في فايل ما ذاكرتوش وجا في الامتحان، نفس الخطا اللي انا قررته، وبرضه جبت فيها درجه مش حلوه. تمام؟ فالشاهد ان خلي بالك من الفايلات، عدد الفايلات زي ما قلت لك، عدد الفايلات هتخش في الماده، تذاكر الماده اللي انت بتحبهاش اول باول، اسال حد اكبر منك. دول الثلاث نصايح اللي انا بوجهها ليك في الفيديو ده. تمام؟ اتمنى يكون الفيديو عجبك، واتمنى يكون انت طلعت منه بمعلومه مفيده، واعمل لايك وسبسكرايب وبس كده. سلام.